السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة عملنا الزبادي في البيت، والله مش قادرة اقول لكم كان طعم وجميل جدا ومتماسك ما شاء الله، يعني حاجة كده كانت تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. في الفيديو دون هقولك كل اسرار نجاح الزبادي. بصوا ما شاء الله، لما كده بتغرفيه كده بالمعلقة بتلاقيه متماسك جدا ما شاء الله، وجميل جميل جميل جميل. بصوا مش بيقع خالص من الكوباية، متماسك جدا، وكمان مش محبب، ناعم جدا. يعني ما تاخديه كده بالمعلقة تلاقيه كده ناعم، ما تلاقوهوش محبب وما تلاقوهوش فاصل المية بتاعته، يعني كان تحفة. وبألف هنا وشفا مقدما. بصوا بقى مقاديرنا بسيطة جدا، وفي سر خطير هقول لكم عليه. ده اللي بيستعملوه الناس اللي هم بتوع اللي هو اللبان، يعني اللي بيعمل الزبادي. معايا كده كيلو لبن يكون كامل الدسم، ويكون من مكان موثوق منه. خلاص، طبعا اللبن انا غليته، وبعد ما غليته سبته يبرد تماما، يعني بحيث ان انتي لما تحطي صباعك كده في اللبن ما يتلسعش، يبقى دافي بس ما يلسعش صباعك. خلاص، هجيب بقى كده هو زبدية من اللبان، اللي هو اللبن اللي هو الزبادي البلدي بتاعنا. هاخد نص علبة زبادي، خلاص هحطها على نص كمية اللبن، وهحط مكون واحد هيخليلك الزبادي تحفة. ايه هو بقى المكون دوت؟ معلقة صغيرة سكر، بس كده. خلاص هضربهم بقى كده في الخلاط مع نص كمية اللبن، وبعد كده هضيف بقى اللي انا ضربته في الخلاط دون على بقية اللبن اللي في اللبانة. والخطوة دي عشان اللبن كله هيعمل رغوة كبيرة جدا لو اتضرب في الخلاط، والرغوة دي بتخم كده الواحد لما يجي يصب كوباية الزبادي او كوباية اللبن يجي يصب يعني في الكوبايات، بتبص تلاقي اللبن بعد كده قل في الكوباية، لانه بيبقى كله رغاوي. احنا بقى ايه، ضربنا نصه بس ضربة واحدة بحيث ان هو السكر يدوب واللبن يختلط معاه الزبادي اللي انا حطيته. خلاص، وهصبه كده في الكوبايات، ومش هعمل حاجة تاني ابدا غير اني هحطهم في صينية، واكون مشغلة الفرن، فرن البوتاجاز العادي يسخن بس. يعني انا عاوزاه سخن بس، من غير لا حمام ميه ساخن ومن غير اي حاجة ابدا. اول ما يسخن الفرن هروح مجمعة كوبايات اللبن اللي انا عملته دوت، هحطه في قلب صينية ألمونيا، واروح حطاه في الفرن. بعد ما اطفي الفرن، بعد ما الفرن يسخن واطفيه، خلاص. وشوفيه بقى كده هو بعد ساعتين هتلاقيه ما شاء الله كله متماسك وقوامه رائع، وكمان هتلاقيه ناعم جدا، لا محبب ولا فاصل المية بتاعته ولا اي حاجة ابدا، زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. تحفة، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. ايه بقى مقومات نجاح الزبادي معاكي؟ اولا ان اللبن يكون من مكان موثوق منه ويكون كامل الدسم. ثانيا معلقة السكر اللي قلتلك عليها، ودي مهمة جدا. ثالثا ما تسخنيش الفرن ازيد من اللازم، يبقى سخن بس مش سخن قوي، يعني ما تقعدوش مثلا نص ساعة يسخن، لا، هو 10 دقايق بس يسخن. خلاص، كمان في خطوة مهمة جدا اللي هي درجة حرارة اللبن. ما تخليش اللبن سخن قوي ازيد من اللازم، يبقى يا دوبك دافي. وبألف انا اشوفها مقدما. سلام عليكم.